أعزائي المشاهدين خش بحييكم. معانا النهارده نجم كارثة. ساعات بشتاق يوم عشته وانا صغير بس نجم كبير قوي 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 في مجاله في اغنيته الشعبيه، نجم افلام السبكي سعد الصغير. شويه كده فرفشه ونعنشه على المشايه بتاعت المارينا. ماشيه سعد المشي ده، انت تتمشى مشيان، هنخليك تطير النهارده. سعد ماشي، سعد ماشي، ايوه داخل حط رجله على السلم، اول حطت رجله على السلم ودخل الفرح. سعد الصغير مجدعه كلها، فن كله، دم الشربات كله، منورنا عليها. انت احلى سالي منورانا. عايز اقول لك حاجه قبل ما ابتدي الحلقه، ضحكوا عليا وادوني 5000 جنيه عشان خاطرك. انا باجي شهر مني باخد 15 بس هم ادوني 5 عشان دي خاطرك. تاني مره تيجي فيها شهر. انا ما بصيفش خالص حضرتك على مع الحاجه في اسكندريه في خالد بن وليد. اوعوا حد فيكم زعل امي. اجمل حاجه في سعد انه بيحب امه، شبراوي جدع. عايز اقول لك انا ببقى مستمتع لما الناس في الافراح بيدعوا لي، يعني عروسه عايزاك بقى تقول لها عايش افسح العيال مش عارف ايه، لا ايوه بس العيال ليها حق عليه. هم بقى يتفسحوا يروحوا هم بقى وكده يروحوا. طب بيروحوا لوحدهم؟ بيروحوا على الخيريه والكلام والحاجات ديت، لكن شرم والكلام من ده لا. جدع سعد. الجدعنه حاجه وانك تيجي هنا حاجه تانية. اتفرجوا على سعد هيحصل فيه ايه النهارده. ما عنديش هزار، لا فسيخه يشفع ولا صحوبيه تشفع ولا جدعنه تشفع. قيمه 3 سنين كده انا واقف في البلكونه، انزل يا واد، انت اصلا البحر كده والبلكونه طبعا ما اقدرش اقول لها رحت نازل. اتاري بقى اتعرفت على واحده اسمها ام سيد، وام سيد دي جايبه ايه صينيه بطاطس وصينيه محشي. ياما كل يا ابني. حاضر ياما، باكل عارفه انت تاكل بقى وانت بتاكل لوحدك. بص يا استاذ، واللي طالعه بالجلابيه بحبك يا واد وانت بالجلابيه، فاهم؟ ببقى مستمتع جدا جدا بقى بالحياه دي. سعد زي ما انتم شايفين ضرب الكاب، ما يعرفش ان الكاب ده فال شق، وهو يوم النهارده طين. اقول لك حاجه، انا بروح دبي ما بستمتعش. طب دي دبي دي جميله كلنا خلاص بيتكلموا عربي يعني. سبحان الله ما فيش فندق انزل فيه الا كلهم فلبينيين. انا عندي حفله وعايز اكوي، المهم رحت متصل بيهم، الو يا تشام بيتشو دي، يا نهار ازرق مكوى يا ابني مكوى. لازم هعيط، هتعيط يا سعد النهارده. انا هتعيط. قلت لي بقى جبت كاميرا وعملنا فيديو كليب ولا حاجه في المغرب، عملت كده، خدت كاميرا عاديه ورحت مصور هناك عادي، وقلت اروح المغرب وفي امريكا. كان امين عمرو دياب بيصور في امريكا، والصحافه كتبت بقى، انا رحت مكلمتهم انا بصور في امريكا جوده، وانا اصلا معايا كاميرا عارفه بتاعت الفيديو بتاعتي. طب سعد صغير انت رحت امريكا عشان تصور وبتاع، كلف معايا 300000 جنيه، وانا اصلا هم 5000 جنيه دفعتهم مونتاج. بيقول انا صغير ولكن نجاحاته كبيره جدا جدا. من تواضع لله رفعه. افهم اللي بتفهم. عمرك اتثبت في حته؟ وانا بصراحه عشان ما نكذبش يعني اتثبت من قيمه شهرين كده 3. ما يمشي ده قريب. ده قريب على الدائري. هتخش الهليكوبتر دلوقتي. سعد هيفرح بالهليكوبتر. انا نجم عايزين صوره، ماشي رحت راكن ونازل لقيتك رشطت بس يلا انت، انا بقى ايه عارف انت ابو لمعه. وصلت الهليكوبتر، سمعتوا؟ اللي هو بس يا ابني ايه ده؟ اول مره تصور، ممكن تصورنا معاه دي حلو ده. الله، ده عبيط ده ولا ايه؟ ده داخل عليك ده في ايه؟ ايه المجنون ده؟ انا نجم عايزين صوره، ماشي رحت راكن ونازل لقيتك رشطت بس يلا انت، انا بقى ايه عارف انت ابو لمعه. وصلت الهليكوبتر، سمعتوا؟ اللي هو بس يا ابني ايه ده؟ اول مره تصور، ممكن تصورنا معاه دي حلو ده. الله، ده عبيط ده ولا ايه؟ ده داخل عليك ده في ايه؟ ايه المجنون ده؟ امسك نفسك يا سعد عشان اللي جاي تقيل قوي. يا نهار ازرق والله العظيم كنا هموت. ده عيل صغير سايق الطياره دي. لا ده جيش بيتمرنوا ده طيار طيب شاطر. بس يعني فوقينا. ما هو بيعاكس، خلي بالك ده لو مش طيار كان زمانه موتنا دلوقتي. في معاكسه بالطيارات دلوقتي. سعد خياله واسع قوي يا جماعه. خلي بالك انت عارف زي العيال اللي هم ايه اللي عم فافي اللي معاهم العربيات، شوف العربيات اللي هم بتوع مصر كده. بالطيارات كمان؟ والله العظيم بالطيارات عادي. طياره جيش ما ينفعش اعمل كده. معاكي بصي معاكي اسد. بقول لك انا نزلت تحت حسيت المروحه، بقول شفتنا من ذات المروحه هتخش في دماغي. 5 4 3 2 اتفضل. المهم رحت فترني رافعين رشاشات بس يلا التو قال يعني انا بس يا عم التو، رحت مطلع الفلوس في جيبي ومديهم الموبايل. على فكره العربيه دي 120000 جنيه على الطلاق، انا ممكن اعمل معاكم الا دلوقتي، بس انا مش هعمل معاكم الا عشان انا عارف ده اكل عيش بتاعكم ومفيش اي مشاكل بتاع، بس العربيه دي 120000 جنيه. عارفه بتكلم قال يعني انا معلم، عارفه ايه معلم الراجل ده راعبنا ولا ايه؟ شاف شعره الاصفر بقى وهيقعد بقى يراعبنا. انت وقعت في الفخ يا سعد. اشرب.
ابو عمي احنا اصلا بعيد اصلا، انت دخلت حته بعيده. اليومين عطفوا اقسام مثل اقسام ضمان التريتوريالي في المدينات الخير. ده سينا دي ولا ايه؟ مش مصريين. ضرب النار بدأ. قول له التسريح ده. بنصور. اهدى. يا سعد فين خناقات وفين قوم بالليله؟ ايه يا عم؟ في ايه؟ يا جماعه دول مش مصريين، واتس رونج؟ ايه الهبل ده؟ سعد هينط. يا سعد دول اسرائيليين، علم اسرائيلي. ايه؟ ايه لا. اهدى بنصور اهدى. Do you speak English? Do you speak English? ترتبط في المدينات اسرائيل. احنا في ميه فين؟ ايه؟ احنا في ميه. شوف. بص قول استنى. شيك ات. ستومي تابيك. اهدى. انا مش بتكلم انجليزي، بيتكلم اول واحد بيجري من الخناقه. ستومي تابيك. قناة الحياة. يلا قومي. خلاص بس. سعد اتكوم. عليكم اللي بيحصل لنا ده. يا كابتن قناة الحياة. يا كابتن انا معيش دعوه بقناة الحياة. سعد باع قناه الحياه في ثانيه. يا خالد هو احنا في الميه بتاعت اسرائيل؟ انا مش عارفه يا كابتن. حاجه. طب استنى يا كابتن، انت هتوديني في ايه يا عم؟ استنى بس يا كابتن. انا يا راجل انت بتتكلم انجليزي؟ يا سالي كلميه ولا احنا في قناة الحياة. بيعملوا فينا كده يا كابتن. ليه؟ طب ما حدش يكلم. عينيا يا كابتن. طب استنى يا كابتن، انت هتوديني في ايه يا عم؟ استنى بس يا كابتن. يا راجل انت بتتكلم انجليزي؟ يا سالي كلميه ولا احنا في قناة الحياة. بيعملوا فينا كده يا كابتن. ليه؟ طب ما حدش يكلم. عينيا يا كابتن. لا ولا ما تضربهاش ولا يا كابتن. ايه اوعى استنى ولا ما تضربهاش يا سالي. اوعى ولا ما تمدش ايدك عليها اوعى ولا مالكش دعوه بيها بس اوعى لا مالكش دعوه بيها انت فين؟ انا جنبك خلاص. لا مالكش دعوه بيها انت. خلاص يا ده خلاص. كلمني يا سالي. طب انجليزي فرنساوي؟ Is there anybody who speaks English ايوه هي here? بتقول لك كده. We don't understand. يا ابني انت اسمع محدش بيرد يا عيال عليا. ايوه هي دي. محدش بيرد. يا سالي قلت قولي له ان احنا في الميه جينا غلط، هنا عندهم ميه. It's not our fault. ايه يعني ايه؟ مطرب He's a singer. He's a famous singer in Egypt. عينها Sings in Egypt. شايفين سعد صغير يتحط تحت ضغط يقلب كده. قولوا له انا بغني، انا كابتن بغني. بص غني ايوه بص ايه النهارده فرح يا جدعان، ايوه قولوا لهم انت اي اغنيه اجنبيه انت غني، انت اي حته ما بعرفش اجنبيه اغني. اي حاجه. مش بعرف اغني. ماشي يو بريساتو ميتي كي بيسينو. سعد الصغير. استنى سالي يلا قولي سالي بوكيرو كونتريكتو بي اسي بوكيرو سيبينو حرام عليكم يا سفرة. كابتن بص السواق هو دخل في الاقاليم. فك عيني. طب يا عم مش عارف امشي. قرف. كايرو. فك عيني مش عارف امشي. جدكوا القرف. سالي يا سعد. تعالى كابتن ما ينفعش البنت تمشي لوحدها. يا سعد. مش دعوه بيه. ما ينفعش. انا مش عارفه ايه ده. حاضر بص حرام عليكم. بص اللي حصل حرام ايه. عليكم اللي بتعملوه بقول لك يا فينا ده. سالي. حرام بقى. انا عايزه مامي. عايزه مامي. سالي ايوه الوقت ده شكله بيعمل. جاي لك انت. طب واحنا مالنا؟ المفروض يخلونا نكلم السفارة. مش هيسيبونا لما هنتأخر. أكيد هيدوروا علينا يا سهل. هيدوروا علينا. أكيد هيدوروا علينا.
حاضر حاضر يا كابتن حاضر. ما تنرفزهمش ما تنرفزهمش ما تنرفزهمش. يا نهار ازرق. كان يعني نسيت انا هتبقى ما وصلش يا مربى خد ولا احنا سوينا يا ست الكل. لا لا تفوت. شايف عليها هنا ده خلاص يتشم سخوة سمين سخوة ده بكده. كان كلها من اخر مين تطلع كده؟ لا اني لا ده انت حضرتك انا بص حضرتك انا جاي قناه الحياه حضرتك مع سامي شاهين حضرتك والله العظيم ما اعرف حاجه وقالوا لنا برنامج بتاع وسوا الغلط دخل عند الناس ديت. ما انت عارف تجاوز الحدود الاسرائيليه. والله ما اعرف حضرتك والله العظيم ما اعرف انا دبلوم صنايع كل انا دبلوم صنايع ما اعرفش اقرا واكتب. ماشي ما مشكلتي. ماشي ما اعرفش اقرا واكتب والله انا. ليش تعرفوا الحدود الاسرائيليه؟ شو كنتوا بتعملوا؟ ما فيش سال حضرتك جابونا قناه الحياه. سكوت سكوت سكوت. انا ما بعرفش اقرا واكتب يا ريس. سكوت. من انت؟ انت مين؟ انا مكلمني انا يا رد يا ريس. إيه يا ريس. ما اسمك؟ سعد محمود حنفي. ماشي. ما اسمك؟ سعد محمود حنفي يا حاج. باقي الاسم باقي الاسم. سعد معلش سعد محمود حنفي عبد العزيز. عبد العزيز. حضرتك. ما الذي ارسلك الى هنا؟ عم عادل عبد الله. بص حضرتك معلش اخد من وقتك دقيقتين بس. حضرتك اتصل بيا حد اسمه عادل عبد الله حضرتك ومعاه تليفون حضرتك التليفون قال لي حضرتك برنامج مع استاذ سالي شهيد. كنتوا تصورون؟ بنصور حضرتك وانا تصورون اماكن عسكريه اسرائيليه. والله العظيم ما اعرف انا ما بعرفش اقرا واكتب يا ريس. انت تكذب. نعم يا حاج. انت تكذب. والله العظيم يا حاج والله العظيم ثلاثه وحياه الرسول والله العظيم ما اعرف. حتى بقول حاجه لحضرتك خدوا الكاميرات يا كابتن خدوا الكاميرات وشوفوها فيها اسرائيل فيها صورنا حاجه لاسرائيل ولا لا. الى اي تنظيم تنتمي؟ تنظيم يا حضرتك انا بغني حضرتك. تغني؟ حضرتك وشغال في شارع الهرم. ربيع يا جماعه ما شغال في اهدأ ماشي. تغني ها؟ النهارده فرح يا جدعان عايز كل لا يتمشى مشيت وراه كده. نفسي اعمل واحد شاي اشرب واتكيف واتني رايح جاي. حضرتك ما اعرفش حد تنظيمات حاجه خالص حضرتك شغال في شارع الهرم. انت اسمك سعد؟ ايوه سعد محمود حنفي عبد العزيز يا حاج. انت مشهور يا سعد. حضرتك ايوه يا ريس. تغني ماذا كمان؟ اغني العين ابو عامر حضرتك ما تفرحوش فيا كده يعني اغاني كلها حضرتك يعني مالهاش دعوه بالتنظيم خالص حضرتك. انت تتكلم فاكهه مش تتكلم غنى. دي فاكهه. يا حاج دي فاكهه ما مش فاكهه فكاني وبحب الفاكهه وبموت في الموز والمانجا بصراحه الفاكهه بغير وببيع واشتري بضمير يلا. حتى لو انا بمثل عليك المطرب ببص عليك من الصوت اهو. ده يكذب
هذا يكذب 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 يكذب. يا ريس هذا مهرج، هذا مهرج يكذب. ما بقى يا لا يكذب. ترحيلي إلى تل أبيب ناو، ترحيلي إلى تل أبيب. ما بتفعلوش والله. قلت كل حاجة وعملوا معايا تحقيق قد كده. أنا سكوت كله، أنا سكوت. حتى بنتكلم عربي. كله سكوت، أنا أتكلم عربي. كابتن والله العظيم ما شدم. حضرتك اسكت. حضرتك بص يا كابتن، هات الكاميرات لو في حاجه من اسرائيل يا كابتن موتنا. اسكت. حاضر يا كابتن. اسكت. حاضر يا باشا. حاضر. مين تريل في تل أبيب بتاعه؟ مين؟ هذا ولا هادي؟ انا مالي يا كابتن. هذا دم. هذا دم. هذا دم. اسكت. اسكت. خد غولة تل ابيب. اسكت. والله العظيم انا، والله العظيم ثلاثة منها. هخش لمتى، هخش لمتى. هم جايين احنا الليله. تبو تبي. معي تليفون. معي تليفون. الو. الو. يا بندق. انت فين يا بابا؟ كنتاكي ايه يا ابني؟ ما تروح تاكل في البيت احسن. ماشي يا حبيبي. لا بصور بصور مقلب مع سعد. تسليمة جامدة يا مية مية. صدقني اموت الراجل لو مضحك. ايه لا ايه نبي. بقول لك ايه انت يعني بص انا هقولها وهيعملها تيت 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 جنب تتت. انا قلت ايه؟ قلت دي بعتني وسابوها وهتشيل لي انا سوري في اللفظ كذا كذا. انا زعلت. انت عملت تقول عليا جدع في الاخر تقول عليا كده. اقسم بالله العظيم ما فكرت. ده عامله معاك واجب. انت دلع الدلع. والله ده انا عمال اقول لهم يبعدوا عنك وبدافع عنك. اقسم بالله العظيم ثلاثة قلت ان انت فين سقفوا له. يا نهار ازرق. وانت معاهم؟ ده كل اصحابك هنا، مفيش حد هنا مش صاحبك. وانا عمال احكي ده انا عمال اقول لك مقالب ومش عارف ايه. وان انت مش انت اللي انا عارف انا مش شريت اللي قلت بس هاخدوها كذا كذا وانا هدعوني والله العظيم كذا كذا. والله العظيم والله العظيم انا قلت بقى برضه الله وانت ما سابتهم ما سابتني والله العظيم انا كنت حاول والله العظيم كنت هعمل كده. دافع عني بس بقول انك متساهل بالشكل كده يا سعد. لا 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 انت مسالم جدا. انا لسه قايل لك العربيه اللي في لا الناس. مش كده انا بقول لا له هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي هو يخش بناس يخلص بق بس كده. ابو كده. اول ما العيال واقفين على الدائري وبس يا عم انت اهو اديهم التليفون انت مكلمون وحتى ابو المناسبه الجميله دي اوعى تزعل مني. ازعل ده انا بقول لها اعمل لك برنامج. هذا الشيء سلام معانا. الشنطه اللي معاك صدقني بالله سلام معانا عشان بس مش يرجوك كان زمان حدفتك بالازازه دي كده. لا حبيبي بحبك هتفرح فيا كل سنه وانت طيب وشك جميل. وبص بقى عشان انا مردوده. اعمل اللي انت عايزه لو عرفت تعمل حاجه. ما انا هقول لك انت مش هتعرف ده مش هعرف يجي مقلب. اقول لك ان انت ما بتجيش في مقلب لان اجرك عالي جدا ما حدش بيعرف يجيبك في مقلب. انا اقول لك على حاجه. اجرك عالي سعد جداً. هقول لك حاجه همشي. انا اتكلمت معاك كتير قوي على اليخت ودلوقتي فؤاد عايز يتكلم معاك لكن قبل ما امشي لا مش زعلان لا عايزاك تقولي ان انت مش زعلان مني خالص. حزب الله نعم الوكيل فيه كده يا سعد. والله على العظيم فكره انا اللي متعذبه معاك ومخطوفه وهو قاعد في التكييف. اقسم بالله طب انا العظيم ذنبي ايه؟ ثلاثة أنا كل بص تفكيري اهو هيشيلونا قضيه ويقولوا لي تنظيم. مزنوق تحت. تنظيم وهروح ايوه ما انا أعمل إيه؟ بتجرجر والأسرة. بتجرجر وبتضرب. ده انا بنت عيانه والله العظيم قلت بروح والفرح الساعه 11 النهارده اعمل ايه وهيشيلوني قضيه وقال لك اعدام. قلت يا نهار ازرق. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك يا سعد. لا يا لا وش لا السعد. لا خلاص؟ لا 100 جنيه ولا حاجه. لا ده انا لقيت اي فلوس. مش هجيب. اقسم بالله العظيم ثلاثه لا ده الانتاج. تصدقوا تم بيه. ده اللي نقصك من عشان انت فاكر ان انا اقدر اعمل ده من غير انا اقدر اعمل ده من غير فؤاد؟ تعمل ايه؟ عبد الرحمن بيحبه جدا جدا. وعبد الرحمن لما عرف ان سعد معانا النهارده عمال يوصيني يقول لي بابا ابوس ايدك فرجني على سعد. انا مش متخيل انت تبقى هنا يا باشا. المقلب ده اقسم بالله العظيم ثلاثه اقل من 500,000 جنيه اعمل لكم نور اعمل محضر معاك. كنت هموت يا نجم. انا معاك. انا شايفك هنا في الحته المربع. شكلي بقيت قدام عيال في شبرا كده يا جماعه. انا بقيت قول للناس كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين واهم حاجه طالما بتتبسطوا الضحكوا يعني مش مشكله يطلع
اهلا انا مش مشكله والنجم محمد فؤاد مش عايز اقول مش عارف اقول بقى انت يا سالي يطلع منك كده وكل على فكره يا جماعه ده كل الكاست ده الكاست اللي معايا في البيت وانا اقول احنا واخدين اجازه ليه؟ عشان تجيبوا انا بس عايز انت فعلا جاي الحلقه بتاعتي ولا الحلقات كلها؟ لا انت تقسم بالله قدام الكاميرا كده انك ما تقول لحد قول اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ما اقول لاي حد عشان يطلع ما طلع انا كده كمان وانا اقول لك على كام واحد تجيبهم هنا في واحد هيجي له سكته قلبيه وهيموت ده اقول لك حاجه عشان البرنامج ينجح ده انا اقول لك حاجه واقول لسالي ايه وبعدين علي عبد الله اجدع شخصيه في الدنيا مسالم جدا وطيب جدا وكريم جدا انا قلت ده جوه في البرنامج ولكن سعد اللي بينه وبينه كتير جدا من حوالي 15 سنه وهو بيجي لي الاستوديو وحبيبي من قبل حتى ما يتشهر تسيفه جامده لسعد لان انا بحبه انا بحب محمد فؤاد يا جماعه ومحمد فؤاد هيفضل محمد فؤاد الاسطوره اللي مصر كلها بتحبه يا جماعه وربنا يديله الصحه وبندق ماشي ماشي يا بندق ماشي يا سعد قول مش زعلان منك يا فوقش عمري ما ازعل منك يا ريس كنت هموت يا فوقش وانا بحبك والله العظيم بحبك يا سعد حته من فوقش بقول لك فوقش الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح بيعلمنا نفكر دايما في مصر اللي جايه احلى بص محمد صوتي فؤاد عامل احلى ازاي؟ جدعان كل سنه وانتم طيبين بقى سلام